السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيتكم بهاد الوصفة تاع لامونا، الوصفة الأصلية تاع زمان، ولادنا كامل يحبوها وكامل كليناها كي كنا صغار. تجي طرية وخفيفة، وهذيك الكريمة اللي راح نحضروها راح تزيد لها بنة على بنة. وبلا ما نطول عليكم يلا نمروا مباشرة للمقادير وطريقة التحضير اللي راح تكون بزاف سهلة. وراح نحضروا العجينة على زوج مراحل. المرحلة الأولى راح نستعملوا فيها كاس حليب دافي، ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة تاع السكر، وراح نخلطوا المكونات هادو كامل غير بالفوي، ما راحش نسحقوا الباتور. نحطوا هذاك الكاس الماء ولا الكاس الحليب دافي، ونضيفوا معاه قلنا ملعقة كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة الخبز. نخلطهم شوية بالفوي ونخليهم يتفاعلوا مدة 10 دقائق. نغطي الغيسيبيون تاعي ونحطو كوتي. هاد المرحلة بزاف مهمة وراح تساعدنا في المخبوزات كامل، سواء في البيتزا سواء في المعجنات. هاد المرحلة تاع نخلوه يتفاعل مدة 10 دقائق راح تعطيه خفة لهذيك العجينة. هنا بعد ما جازوا 10 دقائق عاودت جبت المكونات، يعني قلت لكم المرحلة الثانية. جبت باقي المكونات اللي هما راح نسحقوا مبشور، حبة تاع برتقال، كمية تاع المزهر، لافاني، حبة تاع البيض، و5 مغارف كبار سكر. وراح نسحقوا تانيك حوالي نص كاس مارغرين تكون دايبة. انا استعملت ميم با نص كاس وكملت هذيك اللي بقات. شوفوا كملتها بالكميه تاع الزيت. وتقدروا تستعملوا غير الزيت بلا ما تستعملوا مارغرين دايبه، بصح هذيك المارغرين راح ترجع لنا القوام تاع العجينه هايل. انا هنايا سخنتهم في الميكرووند وراح نضيفهم. خلطت شويه وراح نضيف هذوك الخمس مغارف تاع سكر يكونوا كبار. السكر على حسب الذوق تاعكم، كل وحده واش تحب تقدروا تزيدوا وتقدروا تنقصوا، مي هكذا الحلاوه راح تجي جوست. ضفت كميه تاع لافاني وراح نبدا ندير المبشور تاع البرتقال، يعني مبشور تاع حباتينا. حاولي كيفاش ما تلحقيش لهداك الابيض، ندو غير هداك القشره البرتقاليه. وهنايا كنت ضفت الحبه تاع البيض تاعي اللي كنت كسرتها في غيسيبيون وحطيتها. شوفوا اللون تاعو بعد ما ضفنا البيض كيفاش ولا كلاغ وشويه ثقيل. هنايا راح نضيف المكون الاساسي تاع لامونا واللي لازم يكون فيها باش نشموا فيها هذيك الريحه تاع زمان، اللي هو المزهر. هنايا تقدري تضيفي ملعقه كبيره ولا زوج مغارف، انا ضفت ملعقه ونص هكا باش نشم هذيك الريحه باسكو تجي بزاف هايله. مع هذاك المبشور تاع الليمون اللي استعملناه ولا تاع التشينا مع لافاني، صدقوني الريحه دوكا هكذا كي راهي عجينه قبل ما تبدا طيب راهي تطلع واحد الريحه ما شاء الله. راح نبدا نضيف في الفرينه ونلم في العجينه تاعي. القوام تاع لامونا لازم يكون كيما البريوش ولا كيما قلت لكم كامل المعجنات. لازم من يبسوش العجينه تاعنا لازم تكون طريه. انا راني نخدم منها وبنتي راهي دايره حاله بالفرينه من الجهه اللي من هي. شوفوا كل ما نطيب لازم نطيب معايا. هنايا راح نكمل نلم في العجينه تاعي. قلت لكم القوام تاعها يكون طري. حاولوا كيفاش ما تعجنوهاش بزاف، ما تدلكوهاش، جست نلموها هكذا شويه ونحطوها فوق سطح العمل هكذا باش نكملوا نلموا القوام تاعها كامل وتولي لنا طريه. هنايا تانيك الحاجه اللي بقات في الغيسيبيون كامل راح نحوها هكذا باش المقادير يبقاو مضبوطين. شوفوا كيفاش تلمت معايا بكل سهوله، يعني ما راح تشد لكم وقت طويل، والعجينه يعني طريه وخفيفه. شوفوا كيفاش راهي تتلم فاسيلمون. هنايا حاولت كيفاش، شوفوا كيفاش راني نلوي فيها برك فوق البوطاجي باش يتلموا كامل هذوك المكونات والفرينه اللي كانت بقات، باش كي هنا كي نفتحوا العجينه ولا نكونوا راح نخدموا بها ما نلقاوش حبيبات تاع الفرينه. شوفوا هذاك لو زاز تاع التشينا كيفاش راهو باين. وهنا قربت لكم باش تشوفوا القوام تاع العجينه. عاودت جبت الغيسيبيون تاعي كي ولات العجينه طريه، غطيته وراح نحطه في بلاصه دافيه ونخليها تخمر. ونروح نوجد الكريمه اللي راح نحشو بها هاد لامونه بعد ما طيب. اللي راح نسحق فيها نجيب هنا كسرونه تكون شويه ثقيله، نجيب نص ريتله تاع حليب، حبه تاع بيض، 3 مغارف كبار سكر و3 مغارف كبار فرينه. الحاجه الاولى راح نبدا بالنواشف. راح نجيب هنايا مغرف نقيس بها ولا نكيل بها 3 مغارف تاع فرينه، نحطهم في الكسرونه ونضيف عليهم 3 مغارف كبار سكر. قلت لكم هنا الحلاوه تانيك يعني 3 مغارف هذاك هو تجيكم سوا. جبت هنايا فوي صغير وراح نبدا نضيف بالحليب تدريجيا حتى نشوف باللي هذاك الخليط بدا يولي ليكيد وما فيهش حبيبات.
هكذا الكريمة تاعنا شوفوا راح نضمنوا بلي تكون لنا ليس وخفيفة بلا ما نصفوها. هنا راح نضيف الحبة تاع البيض تاعي وشوية تاع لافاني، كل حاجة نضيفوها بارد في بارد ونروح نحطوها فوق النار. النار تاعنا لازم تكون متوسطة ولا هادية، يعني تكون ناقصة، نحطوها فوق النار ونبقاو غير نخلطو بهداك الفوي بلا ما ننساو الاطراف، خاطرش قادرة دي فوا تحرق لكم في الاطراف وراح تمدلكم ذوق ماشي مليح ولا ريحة عيانة. هنايا شوفوا القوام تاعي كيفاش عقد، خلوه يغلي. شوفوا كي تحطوها فوق النار ماشي غير تبدا تعقد شويه تنحوها، خليها تاخد غليه هكا تبدا تبقبق باش تنحوها. بعد ما نحيناها وهي سخونه راح نغطيها بهذا لو بابي فيلم، ولازم يكون اون كونتاكت مع هذيك لا كريم تاعنا. خليتها بردت هنا بعد ما جازو نص ساعه هكذاك، حطيتها في الفريجيدار، كانت يعني شويه البروده برا، خليتها بردت وحطيتها في الفريجيدار. هنا تقدروا تنكهوها بنكهه الليمون، نكهه الكرز، الحاجه اللي كانت عندكم. انا خليتها نكهه فاني. قلت لكم هنايا بعد ما كانت بردت مليح جيدا، هنا راح نضيف لها، حطيتها في ريسيبيون وضفت لها 2 مغارف كبار تاع لا شونتيي، وراح نبدا نخلط ونطلع فيها. هنا كنتو قادرين تطلعوا لا شونتيي زعما باغ اكزومبل كاس صغير تاع ماء بارد مع كاس بودرة شونتيي ومن بعد دخلوها لهاد الكريمه. انا فضلت هاد الطريقه، فضلت انه نضيف لا بودر تاع شونتيي مع هاد لا كريم ونبقاو هكا نضربوا فيها حتى تبدا دير في هادو الخيوط، وهكذا تكون واجده معانا. خليتها تكوتي، ومن جهه واحده اخرى راح نجيب العجينه تاعي اللي كانت خمرت، وهذا هو القوام تاعها. شوفوا راح نحيها من المول هذاك ونحطها فوق سطح العمل. هنا بلا ما طفيت لها الخميره راح نقسمها على 2. النص الاول راح ندير به خبزه كبيره تاع لامونه، والنصف الثاني قسمته على 3، ومن بعد عاود قسمته شويه خرجت منه 4 حبيبات. يعني وحده خبزه جاتني كبيره، وزوج خبزات جاو متوسطين، وزوج خبزات جاو صغيورين. هنا برك الكاميرا راهي تبين فيهم كبار، سينو انا درتهم صغار. بصح ما ننساوش باللي فيهم خميره الخبز تما راح يخمروا وراح يتضاعف الحجم تاعهم. وكيما شفتوا هنايا كنت بسطتهم شويه غير بيدي، ما راحش نستعمل الحلال هكا باش ما نعبزهمش بزاف وراح يعاودوا يخمروا. من جهه واحده اخرى غير كملت هادوما، كنت وجدت هادوما لي ساشي اللي نستعملوهم في الخبز وغطيت بهم كامل هادوك الحبات تاع لامونه تاعي وخليتهم يخمروا. هنا بعد ما جازت نص ساعه ولا 40 دقيقه، يعني كي يكون شويه البروده شوفوا ضاعف الحجم تاعهم، كي تكون شويه البروده راح يطولوا باش يخمروا. نتوما المهم غطوهم وحطيتهم في بلاصه دافيه. هنايا كنت درت حبه تاع البيض وضفت لها شويه تاع القهوه وشويه تاع لافاني، دهنت الوجه تاعهم كامل من الفوق بهذه الطريقه. حاولوا كيفاش تدهنوهم غير بالعقل هكذا باش ما يحبطناش هذيك الخميره. وراح نزينهم من الفوق بالكاوكاو ايفيلي. انا ما يعني هذا ماشي لوز ايفيلي، هذا كاوكاو ايفيلي، بصح نتوما زينوهم من الفوق بالحاجه اللي كانت متوفره عندكم، ولا تقدروا حتى تخلوهم سامبل، يعني دي فوا نشروهم من برا ونلقاوهم سامبل. هنا كنت سخنت الفرن على 180 درجه وراح نطيبهم على 160 درجه حتى نشوف باللي خمروا وتحمروا من تحت. نشعل لهم من الفوق نحمرهم، وهذا هو الشكل النهائي تاعهم بعد ما طابوا. شوفوا كيفاش جاو محمرين، الله الله، وهذاك الكاوكاو، وشوفوا الخفه تاع الحبات، شوفوا كيفاش راني نعبز عليهم وراهم يولوا اي بورطون مازالهم سخونين. شوفوا كيفاش راهي تولي الحبه، ماهيش تبقى معبزه. هذا دليل على انه الوصفه تاعكم ناجحه تاع لامونه وراح تجيكم بزاف خفيفه. هنا جبت هذا الموس تاع الخبز وراح نبدا نفتحهم بالوحده. جبت هذه الكبيره راح نبدا نحط يدي من الفوق ونحاول كيفاش نقسم هكذا باش يجيني كامل نيفو واحد، ما راحش تجيني جهه طالعه وجهه هابطه، هكذا بهذه الطريقه. وكما شفتوا هذاك المبشور تاع التشينا كيفاش راهو باين لداخل. جبت هاد لادوي وراح نحطها في لابوش، نتوما تقدروا تخيروا اي نوع، انا خيرت هاد الزوج وراح نخدم بوحده فيهم. عمرت هذيك لاكريم اللي كانت بردت، نتوما كي توجدوها حطوها في الفريجيدار وما بد طيبوا اللامونه تاعكم. درتها على هذا الشكل، نتوما تقدروا ديروها على شكل خطوط ولا تدهنوها بالموس ولا كيما حبيتوا. انا فضلت نديرها هكذا خاطر الشكل تاعها راح يجي شباب. غلقت كامل هذوك الفراغات وشوفوا الشكل تاعها شحال جا زاكي وشباب. هنا تقدروا ترشوا عليها رشه خفيفه تاع الكاكاو، ولا تقدروا تضيفوا لها شويه معجون تاع الفراز ولا الحاجه اللي حبيتوها. عاود حطيت عليها هذاك
الطبقة الفوقانية، حطيتها غير بالعقل باش ما تخسرليش الشكل تاع الكريمة، ورشيتها كامل بالسكر غلاس. وعلى بالي ولادي راهم دايرين حالة راكم تسمعوا في الصوت تاعهم، الله غالب قد ما نحاول نجبد روحي عليهم باش نخدم هكذاك يخرج الصوت تاعهم ويخرج بشدة يعني. هذا هو الشكل النهائي تاع لامونا تاعنا لنهار اليوم. قسمت لكم حبة هكذا باش تشوفوا القوام تاعها. نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، واذا لحقتوا الدقيقة هذه من لا فيديو نقول لكم يعطيكم صحة على المشاهدة. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، وما تنسونيش بالجيم والتعليقات، وبقاو على خير.